يلا انتبه القهوة. طيب ازيكم يا جماعه؟ مش هتشيل نضارة؟ ازيكم يا جماعه؟ كيفكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا والله، بقالنا كتير جدا يعني ما اتكلمناش معاكم. طبعا احنا عارفين الفتره اللي فاتت دي كان حصل كتير حاجات، يعني الواحد كان زعلان منها، يعني من اللي بيشوفه في فلسطين وكده والامور دي كلها. فاكيد حاجه الواحد كان مش ما عندوش نفس خالص يطلع يتكلم خالص ولا يعمل اي فيديوهات خالص، بس في الاخر يعني الحياه مستمره، الواحد مش هيقدر ان هو يوقف حياته على اللي بيحصل، لان هو لو قعد يفكر كده هيفضل طول حياته متضايق، وهيبقى فعلا مش عارف يعمل حاجه. وهو بايده اللي يقدر يعمله ان هو يتكلم في الموضوع قد ما يقدر، ان هو يوعي الناس، يفهمهم اللي بيحصل ده غلط، ونفهم مين الصح ومين الغلط. الواحد بيدعي دايما ان هم ان شاء الله يعني الدنيا تبقى احسن من كده، وفلسطين ان شاء الله ربنا ينصرهم ويفرج عليهم، وكل الناس اللي ماتت باذن الله ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم يا رب في الفردوس الاعلى. بنحس ان الناس قد ايه هنا مغيبين، مش شايفين الصوره زي ما هي واضحه، والاعلام هنا يعني بينشر اكاذيب للناس هنا، فالناس يعني هتلاقي الناس هنا اصلا في امريكا عايشه في عالم تاني يعني. للأسف إنه نحن مضطرين نعيش بهي البلد ومضطرين ندفع ضرائب. في الآخر انت جاي في البلد هنا بتحاول تبني نفسك وبتحاول تبني مستقبلك، فانت يعني اكيد انت ضد كل اللي بيحصل ده، وفي حاجات انت بتحاول قد ما تقدر ان انت يعني تكون معترض عنها وتثبت رأيك ليها. الناس اللي عندها القدرة ان هي تقدر تعمل حاجة هي للأسف ما بتعملش حاجة، لكن احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا مثلا نقاطع المنتجات. طبعا مثل ما بتعرفوا بطبيعه محتوى صفحتنا نحن دائما بنحاول نفرجيكم عن العيشه بامريكا ونحكي لكم اكثر عليها. بنحاول نخليكم تشوفوا الحياه من عينينا احنا او من خلال الكاميرا اللي انتم بتتفرجوا عليها. بنحاول نوريكم الحياه عامله ازاي في امريكا. واعتقد من اهم الاسئله اللي انتم دايما تسالوها، ناس كتير سالتها لي لما بطلع لايف معاها، كان السؤال ايه الايجابيات والسلبيات في امريكا. فده اللي احنا حابين النهارده نتكلم معاكم فيه، النهارده نعرفكم اهم الايجابيات والسلبيات فعلا اللي انتم ممكن تفكروا فيها قبل ما تيجوا هنا، عشان تحددوا اذا كنتوا فعلا شايفين امريكا بالنسبه لكم هي فعلا بلد الاحلام زي ما الناس بتفكر، او هو الحلم اللي كل الناس بتطمح ليه ولا لا. بالضبط. نبدا بالسلبيات عشان السلبيات يعني ايه سلبيات نبدا بالسلبيات الاول وبعدين ايه نخش في الايجابيات ننهيها هيك فتقدر حضرتك تقول بالايجابيات. لنا ايه السلبيات اللي انت ممكن طيب تبداي الاول ايه السلبيه اول شيء من وجهه نظري مم. وخصوصي انه كحدا عاش يعني بالامارات كل حياته، الامان. البلد هون يعني بدك تحمي حالك بحالك، يعني مثلا بيتك لحتى تحميه بدك تاخذ كل الاحتياطات، بدك تحطوا كاميرات، بدكم تتاكدوا انكم تقفلوا الباب، تكونوا حريصين، سيارات بدكم تقفلوها لانه كثير وارد انه يصير معكم حوادث صغيره، مثل مثلا حدا يكسر شباك السياره ويسرق اللي الموجود بالسياره، حتى لو كان شيء بسيط او تافه ما له اي قيمه. يعني ما تعيفوا شيء في السياره طاول، ما تحطوش اي حاجه في العربيه خالص وتسيبوها خالص في ابدا، ما العربيه يكون شيء ابدا مبين خالص. يعني مهم جدا، دي حاجه مهمه قوي، عشان فعلا ممكن ازازه تتكسر زي ما رنا قالت وتلاقي حد بيسرق الحاجات دي. بالضبط. كثير ناس اصلا يعني بتاخذ قرار انه تعيش بامريكا ولا ما تعيش بامريكا بناء على هذا الشيء. يعني مثلا ما بتقدروا تطلعوا بالليل باي وقت. هلا نحن بنطلع، ما بنقول انه نحن ما بنطلع، بس يعني يفضل انه لا. ليش؟ لانه بالليل بصير يعني بتكتر الحوادث، بتكتر الناس السكرانه، يعني هاي القصص. هذا الشيء بيعني انه انتم ما فيكم تعيشوا هون. لا، فيكم تعيشوا هون، بس بدكم تاخذوا احتياطاتكم وبدكم تنقوا المنطقه اللي بدكم تعيشوا فيها، بدكم تعملوا بحث لحتى تتاكدوا انه المنطقه اللي انتم قاعدين فيها يعني مستوى الامان فيها مقبول. لازم تعرف الاماكن ديت. وطبعا المشكله كمان هنا اللي في هومليس كتير بيبقوا في الشوارع، فدي النقطه لازم تخلي بالك منها. بالنسبه للامان لازم تخلي بالك ان انت يبقى معاك البيبر سبراي، يبقى معاك الالكتريك مش عارف ايه ده، يعني تبقى عندك اي سيلف ديفense، تعرف يبقى عندك اي مهارات قتاليه عشان لو حد طلع لك ولا حاجه. زي ما رنا قالت تختاروا منطقه كويسه تعيشوا فيها، دي اهم حاجه. طيب نيجي بقى على العلاج. التامين الصحي والعلاج هنا مصيبه سوداء. ليه؟ لان مثال حي حصل معايا، انا وقعت على ايدي ورحت المستشفى، رحت الامرجنسي، يعني اتذبحنا فلوس. مع العلم انه كان في تامين، يعني التامين رضي يغطي، ولكن العيب يعني العلاج هنا لازم تخلي بالك ان انت يكون عندك الباكج الصح، لان الباكجات بتغطي، في باكجات بتغطي لك العلاج كله، او بتغطي لك لما تروح تكشف او يحصل لك اي اصابه او اي حاجه، وفي لا اللي انت لازم تدفع فلوس الاول لحد ما توصل مثلا 3000 مثلا دولار ولا حاجه، وبعدين يبدا يغطي لك التامين على اي حاجه بتحصل معاك. فدي طبعا حاجه غبيه جدا، ان انت طبعا انت تخيل انت مثلا طب افرض حصل لي حاجه مش هتكلف 3000 دولار، هتكلف اقل من كده بكتير. طب لا ليه؟ لازم تدفع. فلازم تدفع فلوس الاول وبعدين تبدا بقى يبدا يغطي لك ده. والمشكله كمان ان هم مش بيكونوا صراحه معاك. يعني انت مثلا لما تروح المستشفى انت خلاص المفروض عارف بيقول لك هتدفع كذا، بس تلاقي بعد كده ما تروح البيت بعد اسبوع يبدا يجي لك بقى فواتير 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 بيجي لك فاتوره أيوة. فاتوره العياده
العلاج نفسه، ايوه فاتوره الادوات اللي استخدموها، وفاتوره الطبيب اللي ساعه او وقت الطبيب. طبعا الساعه مثلا بتكون شي 500 700 الف دولار أيوة. مثلا، يعني على حسب. وكل واحد فيهم يعني بيبقى يعني كل حاجه ليها سعر لوحدها زي ما رنا قالت. واجار الغرفه مثلا واجار الجهاز اللي هن عم يعملوا فيه. فاذا حابين تعرفوا تفاصيل اكثر عن، ممكن نعمل لكم فيديو بقى عن العلاج هنا في امريكا، وازاي تتعامل معاه وازاي تفكر الطريقه صح عشان تعرف تحمي نفسك من النقطه ديت، لان هم ممكن ينصبوا عليك هنا جدا جدا ممكن ينصبوا عليك في العلاج ويستغلوك يعني، ويستغلوك ويستفادوا منك بشكل كبير جدا. كمان شغله اللي بدي اقولها، الناس اللي بتكون ذوي الدخل المتوسط طبعا ما بتكون مؤهله انها تاخذ مساعدات من الدوله، انه يكون مثلا تامين على الدوله، فبتضطر انه تدفع تامين لحالها. انه انت اذا كنت من الناس اللي دخلها متوسط فبتكون عم تندبح، لانه ما عم تاخذ مساعدات من الدوله، يعني ما في حدا عم بيراعيك، يعني انت عم تتعامل كانك غني ولكن انت دخلك متوسط. في امريكا لا اما ان انت تبقى فقير عشان الدوله تصرف عليك وتساعدك كل حاجه، لا اما انت تبقى غني جدا عشان يبقى انت الفلوس اللي بتدفعها مش فارقه معاك، عشان انت الدخل بيخش لك دخل اعلى جدا. لو انت متوسط هتكون بتتذبح، لان انت بتدفع ضرايب وبتدفع كل حاجه ومفيش حد بيساعدك. وهلا رح ندخل على نقطه الضرايب. ايوه طبعا دي النقطه السلبيه الثالثه. طبعا الضرايب، الشخص اللي ما متجوز او متجوز وما عنده اولاد بيدفع ما بين ال 25 لل 35% من دخله بيروح ضرايب. طبعا هاي الضرايب شو هي؟ جزء منها بيروح لمساعده الناس اللي الميديكيد اللي هن بيحتاجوا مساعده. هلا انا ماني خبيره، بس من حسب الشغلات اللي بعرفها رح لكم، يعني الناس اللي ذوي الدخل المحدود، الفقراء اللي بيعطون اللي بيوفروا لهم علاج ببلاش، جزء منها بيروح سوشيال سيكيورتي، يعني مصاري بتتخزن مثل محفظه للدوله، بيرجعوا بيدفعوا لك منها مصاري لما انت تتقاعد. جزء منها شو كمان، خدمات على حسب انت كمان باي ولايه عايش بتدفع ضرائب اكثر، اذا مثلا كنت في ولايه غاليه بتدفع ضرائب اكثر. وفي جزء بيروح منها برضه للهوملس، صح؟ الهوملس بيعملوا شيلترز وبيبقى في فلوس رايحه للناس اللي هي محتاجه مساعده زي منهم، صح؟ اكيد يعني بس ما يعني ما بعرف التفاصيل تبعها. أيوة. فمشان هيك ما بدي اقول. يا جماعه لو انتوا عندكم برضو لو حد يعرف معلومات اكتر يطلع يكتبها في التعليقات تحت عشان الناس تستفاد من المعلومات دي. حاجه عايز اقولها اضافه الضرايب، ان انت بتحسب الضرايب على الهاوس هولد، يعني الزوج والزوجه مع بعض ده بيبقى طبعا ضرايب اعلى لو هم الاثنين عشان بيتحسبوا قد ايه بيخش الكرياتيف في الشهر، بناء عليه بتبقى الضرايب بتتحسب في السنه بالظبط. الحقيقه هنا على حسب الولايه طبعا، في ولايات بتبقى غاليه المعيشه فيها وفي ولايات بتبقى ارخص شويه منها. فانت لازم لو انت جاي هنا لازم تحدد انت جاي عايز تيجي هنا تستمتع وتتفسح وتعمل ده كله وتعيش في اجواء جميله وجو حلو، ولا عايز تروح مكان اللي انت توفر فيه فلوس وبس عشان يبقى معاك فلوس وبعدين بقى تبقى تنقل ولايه ثانيه. فمعظم الناس مثلا ممكن تروح ولايات، ايه الولايات اللي ممكن الناس تروحها بتبقى ارخص شويه؟ الولايات اللي بتكون نوعا ما شوي بارده، يعني اللي بتكون بنص امريكا، الميد ويست بيسموها، مثل ما بعرف كانساس. نيويورك غالي كتير، نيويورك وكاليفورنيا اغلى شيء. تكساس يعتبروا تكساس نوعا ما ارخص، بس ستيل تعتبر يعني في لها شويه، يعني مش كتير رخيصه. كانساس يبقى كانساس بقى. كانساس، اوكلاهوما، نورث كارولاينا، شيكاغو فيها مناطق رخيصه. وبرضه يا جماعه لو انتوا يعني اي حد انا قصدي بيتفرج على الفيديو دلوقتي عايش في اي ولايات من الولايات الموجوده احنا ونقولها او ولايات ثانيه برضه في امريكا يعرف ان هي ارخص، يا ريت يكتب في التعليقات برضه عشان الناس تستفاد منكم. فكره من الغلاء المعيشي انه العيشه هون، يعني خصوصي اذا بدك تروحوا تعيشوا في ولايه حلوه وتستمتعوا يعني طبعا بالاماكن وبالطبيعه وبالجو وكل هالقصص، يعني لازم تحطوا في بالكم انه اذا شخص واحد بس من الطرفين عم بيشتغل لازم يكون عم بيدخل فوق ال100,000 لحتى يعني تقدروا تعيشوا عيشه متوسطه، او الاثنين طبعا لازم يتساعدوا لحتى يعيشوا عيشه منيحه. طبعا اكيد اذا في اولاد هي حسبه ثانيه ما رح نحكي عليها هلا، بس اذا حابين نحكي عليها بفيديو ثاني. اكيد. الحاجات برضو السلبيه جدا في امريكا هنا ان انت لازم هتضطر ان انت هي سلبيه وايجابيه في نفس الوقت، ان انت هتضطر ان انت تتعلم حاجات انت ما كنتش متعود عليها مثلا في دول الخليج او دول العربيه، هتلاقي هنا لازم انت تحاول تعملها بنفسك، لان لو طلبت حد يعملها لك هتلاقي اليد العامله هنا غاليه جدا، فهتبقى مكلفه جدا عليك. زي ايه مثلا؟ زي النجاره، زي السباكه، الحاجات اللي انت بتحصل معاك في البيت اللي هي اصلا ممكن تبوظ في اي وقت، فهتضطر تبوظ، فانت لازم انت تعملها لان انت هتبقى مكلفه بالنسبه لك. فدي حاجه كويسه ان انت هتحس ان انت بقى عندك مهارات جديده، بس لما ما تتعلمها بتكون شو بتغرق يعني مثلا مره ممكن البيت يغرق عادي جدا. يعني الواحد بيعمل مصايب بعدين يتعلم منها، يعني تصليح ممكن تتعوض كتير مفيش مشكله.
بس في الاخر حتى لما بتيجي مثلا عايز تنقل حاجه، عايز تجيب حاجه، تشتري حاجه، لازم انت هتسوق انت عربيه النقل، لازم انت هتشيل الحاجه تطلعها انت على عربيه النقل، لازم انت تعمل كل الحاجات ديت، الا تجيب حد يعمل لك الحاجات ديت بس هتكون مكلفه بالنسبه لك. فانت عندك الاوبشن ده، لا اما ده لا اما ده. شغلات هاي بيعتبروها رفاهيه بتكون يعني غاليه بالظبط. فالواحد يعني انت لو هتشتري دماغك وانت يعني لما تدفع فلوس عشان تشتري راحتك انت وتشتري تعبك وكل الامور دي، لا اما ان انت تعملها انت بنفسك وتعود نفسك عليها عشان ممكن تعملها كتير، فيبقى افضل طبعا انت تعمل ده يعني على حسب انت عايز تعمل ايه يعني. بس احنا بنقول لكم يعني اللي احنا بنمر بيه في حياتنا يعني. بالضبط. طبعا لما بتيجوا لهون ما تتوقعوا انه رح تقدروا تشتغلوا بشهادتكم مثل ما كنتوا تشتغلوا بالدول العربيه بنفس المنصب. الواحد لازم يعمل تضحيات خصوصي بالفتره الاولى، بدكم تشتغلوا اي شيء لحتى تقدروا يعني نوعا ما تدخلوا دخل. بنقول اي شيء قصدنا معناه ان انت ممكن تشتغل اي حاجه انت عمر مثلا ما كنت تتخيل ان انت ممكن تشتغل حاجه زي كده. يعني بنزينه مثلا، في بنزينه مثلا تبقى كاشير مثلا، يعني شغلات هيك. فطبعا هي بتكون الخطوه الاولى. طبعا لبين ما يا اما تعادلوا شهادتكم او اذا ما بدها تعديل، طبعا في شهادات ما بدها تعديل. طبعا على عكس بلادنا العربيه هون بفضلوا انهم يوظفوا ناس خرجه من الجامعات اللي بالبلد عندهم. فمثلا اذا كنتم مهندسين او دكاتره او يعني اي شيء من هدول المهن اللي بدها دراسه سنين طويله، بدكم تمروا بمرحله انتقاليه انه يا اما تعادلوا الشهاده يا اما مثلا بدكم تبنوا علاقات، تدخلوا شوي في المجتمع، تتعرفوا على ناس ممكن انه هن يساعدوكم مرحله التوظيف او بمرحله انكم تلاقوا شغل. بالظبط، لان هم بالنسبه لهم مش بيعترفوا بالجامعات التانية، او يعني عايزين تبقى عندك خبره انت في البلد هنا اكتر يعني. الحاجه التانية طبعا مهمه جدا بالنسبه للواحد الاكل. يعني الاكل انت بالنسبه لك انت تبقى عايز تاكل ساعات مثلا شاورما، عايز تبقى تاكل مثلا بروستد مثلا، عايز تاكل لك مثلا ايه مسقعه، عايز تاكل لك اكل مصري، حمام، محشي، اكل بحري حلو جدا مثلا. خيارات محدوده بالنسبه للاكل العربي وكده، فانت بتضطر بقى ان انت تحاول تعمل الاكل ده في البيت. او ممكن عادي جدا نروح مثلا نسوق ساعه لحتى نروح ناكل مثلا سندويشة شاورما. فغير طبعا يعني مثلا باللفاح بجيب لك سندويش، كم سندويش عندك على البيت. بطاطس شرقحيه يا سلام على بطاطس شرقحيه. يعني الواحد اول فتره هيك بيكون متضايق ومشتاق لهالقصص، بعدين خلص بيستمسك. بس يعني رنا يعني ما شاء الله عليها يعني مش مقصره خالص يعني. اي حاجه مثلا بيبقى الواحد نفسه فيها هي بتعملها، وحتى لو حاجه ما بتعرفش تعملها بتشوفها على النت ازاي بتتعمل وبتعملها، فهي ما شاء الله عليها. الواحد بيتعلم، الواحد هون بيتعلم يصير كل شيء يعني، هو جاك اوف اول تريدز. صح بالظبط. طيب فهي حاجه وحشه، بس هي بتبقى حلوه ان انت لما تتعلمها خلاص انت بتحس ان انت خلاص انت كده وفرت فلوس، وفي نفس الوقت انت بتعملها احلى اصلا كمان من مكان يعني كتير. صح. طيب. واخر شغله بدنا نقول عليها بالسلبيات، لو انت عايش يعني واحد عايش بمجتمع الجو برد جدا يعني دي بس دي روح طيب جيب جاكيتك. طيب اجيب ثواني. البرد ده على حاجه اللي انا بردان من فوق بس يعني من تحت ايه مصيف ما شاء الله. فطبعا هاي شغله كمان كثير مهمه، انه الواحد عايش بمجتمع ماله اسلامي وفيه كثير انفتاح. يعني قد ما الواحد حاول انه يندمج بالمجتمع هون، رح يضل يحس حاله انه هو يعني ما قادر يندمج 100% بسبب اختلاف طبعا العادات والتقاليد، الانفتاح الزايد اللي عندهم. وطبعا اكيد موضوع انه الواحد يكون عنده اولاد ويربيهم في هيك مجتمع، هي قصه ثانيه كمان ما رح نحكي فيها. بس خليني اخذ هاي النقطه. تفضلي خديها واحكي هلا ممكن انه احكي هاي يعني هذا الموضوع انه هو مجتمع منفتح. انا برايي يقفلوا عليه مش لازم ينفتح. لا انا بشوف هاي كمان يعني هاي نقطه سلبيه وايجابيه بنفس الوقت. ليش؟ لانه رحت كاليفورنيا ونيويورك، الولايات الكبيره، الانفتاح منيح. ليش؟ او عم بيفيدنا نحن كمسلمين. ليش؟ لانه الناس هون تعودت انه هي تشوف ناس مختلفه، يعني ما بس ناس بيض من اللي هن يعني اللي اصلا اوروبي، يعني يشوفوا مثلا صينيين، مكسيكان، سود. ففي تقبل انه هن بيتقبلوا الغير. صح. وبيحبوا يجربوا اكلاتهم كمان يعني. في الاكلات هنا بيبقوا منتشره قوي في اماكن كثيره. صح. بس هذا الشيء طبعا ما بتلاقي بكل الولايات. في ولايات يعني كثير عنصريين اكثر، وفي ناس كمان بهي الولايات هون عندنا كمان عنصريين. يعني انت اكتر واحده ممكن تقولي على الكلام ده عشان انت يعني محجبه، فممكن البنات بالنسبه لك الموضوع ده، بنات كتير ممكن يبقوا ده تخوفهم يعني لما يجوا هنا يعني. فانت شايفه الموضوع عنصريين فعلا الناس معاكي في الشغل او لا ما بيخلوا الامر، ولكن الواحد يعني بيفرض نفسه على المجتمع اللي هو عايش فيه باحترامه، بتعامله الحلو مع العالم، بخبرته، بانه يكون انسان ناجح وانسان شاطر بشغله وبالشيء اللي عم يعمله، انه هو عم بيفيد المجتمع. هن كثير بيحترموا بالنهايه هاي النقطه.
وبيقدروا هذا، يعني بيقدروا الناس اللي عم بيفيد، بيساهم في بناء يعني. المجتمع. فهيك بنكون دخلنا نحن هيك على الايجابيات من دون ما تحسوا. فرح شفت التركية دخلنا كده ما حسيته. دي تقريبا معظم السلبيات اللي ممكن الواحد يفكر فيها. لو انتوا عندكم سلبيات تانية يا ريت لو تضيفوها طبعا، يعني الناس اللي عايشه في امريكا عايزكم بقى تتحدوا معانا كده كلكم ايه وكل واحد عنده سلبيات يكتبها في التعليقات كلها. انطلقوا يعني، قولوا كل اللي انتوا عندكم سلبيات، تمام، عشان الناس تستفاد من ده طبعا. وباذن الله برضو هنطلع معاكم لايف على حسابنا على التيك توك علي اندرانا فلوجز. بعدين كملوا معانا دلوقتي الايجابيات. يلا بينا نبدا بالايجابيات كده، بصلوا على النبي كده. اول ايجابيات هنا معانا ان انت عندك، لو انت عايز تتعلم وعايز تثقف نفسك، فالموضوع الباب مفتوح لك على مصراعيه. يعني عندك فرص كتيره جدا ان انت تعمل ده. عايز تروح المكتبه تتعلم اللي انت عايزه كله، عايز اي كتاب حتى لو مش موجود هجيبه لك، وكل ده بيبقى مجانا، تقدر تستعيره لمده 3 شهور مفيش مشكله، وتقدر تجدد كمان اشتراكك. فالموضوع حلو جدا. ان انت عايز تشتغل وعايز تكبر وعايز تنجح وعايز تفتح بيزنس، في النجاح هتفضل تمشي زي ما انت عايز. في النجاح محدش هيوقفك. لو انت فعلا طموح وعايز تحقق هدفك هيحصل ده. عايز تشتغل مثلا وظيفه كموظف وتكبر فيها ويعني ويقدروك، والتقدير والامور دي كلها هنا موجود كويس جدا. وكمان اضافه عن ده ان في مساواه ما بين المواطن الامريكي وانت. يعني لو انت معاك جرين كارد والسوشيال سكيورتي نمبر، خلاص تقدر تشتغل عادي جدا زيك زي اي مواطن امريكي، وتاخد نفس الراتب بالظبط، مش هتاخد راتب اقل منه ولا حاجه، هو نفس الراتب بالظبط. طالما شغلك انت بتشتغل وبتجتهد تكبر وتنجح وتحقق اللي انت عايزه كله في حياتك، حتى لو انت ما معكش الجنسيه الامريكيه. صح. ايه كمان؟ اهم شغله طبعا اذا الواحد جاي بشكل قانوني بس يعيش هون فتره معينه، بيطلع له انه يقدم على الجنسيه، فهذا الشيء طبعا بيضمن لك مستقبل احسن، خصوصي للناس اللي بلادهم عم تمر بظروف حرب مثلنا نحن بسوريا مثلا. فهذا كان شيء كثير مهم بالنسبه لنا، انه نحن نعيش هون، نحصل على الجنسيه الامريكيه، ونحس انه في عنا حقوق بالنهايه مثلنا مثل اي مواطن امريكي ثاني عاش هون من زمان، وجدوده يعني اصله من هون، وجدوده كانوا عايشين بهي البلد. هي شغله كثير مهمه ما بتلاقوها بالبلاد العربيه. من اهم الايجابيات هنا ان انت عندك الحريه ان انت تتكلم في اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه، تصرف بالطريقه اللي انت عايزها، تخلي شكلك زي ما هو عايز تبقى حيوان تبقى حيوان، عايز تبقى انسان تبقى انسان، عايز تبقى اي حاجه تبقى اي حاجه انت عايزها، وكله هيحترم ده، محدش هيقول لك اي حاجه بصرف النظر عن الحكومه. يعني ما لكمش دعوه بالحكومه نفسها، لان البشر اللي بيتعاملوا معاك وفي الشغل وكل حاجه انت ليك الحريه تقول اللي انت عايزه كله. لكن ممكن بعض الناس ان هم ممكن يبقوا ضد اللي انت بتقوله، فيحاولوا ممكن يعملوا لك مشاكل بس. لكن احنا بنتكلم في المطلق ان انت عندك الحريه ان تقول اللي انت عايزه، الشرطه عمرها ما هتيجي تاذيك في اللي انت بتقوله طالما انت ما اذيتش حد باللي انت بتعمله. اهم حاجه ما تكونش اذيت حد، ما تاذي حدا، انت ما تاذيش اي حد بحريتك. الايجابيات كمان الحلوه قوي هنا جمال الطبيعه. انت عندك جبال وعندك مناظر طبيعيه جميله وخضار في كل حته وانت ماشي. مثلا في كاليفورنيا بالذات، كاليفورنيا جميله جدا، الطبيعه بتاعتها فيها كتير، هي فيها لو انت رحت مثلا على الحته اللي هي بتاعت سان دييجو كده، الحته القريبه من الساحل، ففي مناظر طبيعيه جميله جدا. حتى لو انت في الحته اللي هي قريبه من سان برناردينو ولوس انجلوس، برضو في حاجات اماكن طبيعيه حلوه. وفي كمان طبعا المعالم السياحيه اللي معروفه هنا في امريكا زي يونيفرسال ستوديوز وديزني والحاجات دي كلها، اللي الناس كلها اصلا بتسافر عشان تيجي هنا تشوفها يعني. وحلو انه بتشوفوا يعني بتشوفوا الفصول الاربعه كلياتهم خلال السنه، غير انه طبعا في بعض الولايات ممكن بنفس اليوم تروح تشوفوا الفصول الاربعه. كنت لسه هقول لك كده النهارده مثلا اول ما صحيت كان الجو كان برد جدا، بعد كده بعد شويه كده على الظهر بقى حر جدا، دلوقتي بقى برد جدا جدا يعني. او مثلا ممكن تطلعوا هون على الجبل، نسوق ساعه بنوصل على الجبل بيكون في ثلج. ممكن تروحوا يعني ساعه بالطريق المعاكس على البحر، فيكون الجو شوي كمان برد. ايوه. وبما اننا بنتكلم على الطبيعه، فانت عندك هنا بقى حدائق جميله جدا. انت جنب البيوت وكده بتلاقي في كل حته في حديقه حلوه كده كبيره جدا، فيها ممشى الواحد يمشي فيه، يعمل رياضه، يركب عجله، عايز يركب العجله بتاعته يلف بيها، تراك موجود، العاب للاطفال موجود، باسكت بول، حتى جيم اللي هو بيبقى مفتوح ده، اللي هو حاطينه اللي هو ورك اوت، ستريت ورك اوت موجود، ان انت تشتغل، ان انت تعمل تمرينات بالحديد والحاجات اللي موجوده دي من غير ما تكون ليفتنج ويتس، يعني من غير ما تشيل اوزان يعني. الايجابيات كمان انه الدوله طبعا تعطي مساعدات للناس اللي دخلها محدود او دخلها قليل، وممكن تأمن لهم تأمين صحي، تعطيهم فود ستامب اللي هي المبلغ معين يشتروا فيه أكل، إذا وحدة والدة جديد كمان بيعطوها مبلغ. يعني في كتير برامج مساعدات موجودة، طبعا أنا ما بعرف كل البرامج الموجودة، بس هذا شيء كتير منيح وحلو من الدولة. طبعا الواحد لازم يكون قانوني في البلد لحتى يطلع له هاي المساعدات.
لو انتوا حابين تعرفوا اكتر على الموضوع ده اكتبوا لنا في التعليقات تحت، وان شاء الله احنا ممكن نعمل فيديو عن الموضوع ده بشكل تفصيلي ونجيب المعلومات يعني. نبحبش 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 ونجيب لكم المعلومات. نبحبش وندور لكم على المعلومات ان شاء الله، ونعمل لكم فيديو عن الموضوع ده باذن الله. نبحبش معناته نبحث. ايوه او ندور. بما انه عم نحكي عن المساعدات ومساعدات ناس ذوي الدخل المحدود، هنا بيهتموا بكبار السن جدا وبيحترموا ده، وبيعملوا لهم كمان رعايه صحيه كامله من A to Z، يعني كل حاجه من علاج لرياضه لكل حاجه بيبقى في برامج مخصصه ليهم. وعلى كبار السن اللي هم بس يقدموا او الانشورنس بتاعهم، الانشورنس اللي هي اصلا بتوفره الدوله صح؟ على حسب ما راح فوت بهي التفاصيل. أيوة. تمام، عشان برضه مش عايزين نقول حاجه غلط. بس بيكون في لهم مراكز مخصصه انهم يروحوا بيعملوا لهم بروجرامز. يعني الملخص انه هن بيهتموا كثير بكبار السن لانه هن يعني بيعتبروهم whatever الناس اللي بيعتبروهم يعني من الناس اللي انه ما من الناس اللي محتاجين مساعدات، ومع هيك بتلاقيهم يعني ما شاء الله عليهم بيشتغلوا كل حاجه بيسوقوا سياره وهن عمرهم 90 و100 سنه مثلا. الله اكبر ما شاء الله يعني. شو كمان بدنا نحكي هلا؟ هو حكى عن موضوع الاكل بطريقه سلبيه، انا رح احكي عنها بطريقه ايجابيه. انا بصراحه في كثير اكلات اكلتها هون لاول مره، ويمكن انت كمان. كوكي. يعني هلا صح ما متوفر الاكل العربي عنا، بس الحلو هون انه الواحد يعني كيف بدي اقول لك بتتفتح عينه على انه يدوق اكل من بلدان مختلفه، مثلا اكل اسيوي، اكل بس احنا في الامارات كان عندنا الاوبشن ده. كان عندك بوكي؟ ايه؟ هلا هو موجود، وخصوصي هلا صاير عم بيصير موجود اكثر. أيوه. بس يعني نحن ما كنا متعودين على هذا الشيء. طيب يا جماعه، نحن فكرنا كثير ولقينا انه هي اهم الايجابيات اللي انتم محتاجين تعرفوها قبل ما تيجوا لهون. لو انتم بقى عايشين في امريكا وعندكم ايجابيات ثانيه شايفينها، يا ريت برضه لو تكتبوها في التعليقات تحت عشان كل الناس تستفاد بيها. لو استفدتوا من الفيديو هذا لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو اول مره بتشوفونا هي رنا وهو علي. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا. لا مش بنقولها دي. ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه. باي.